بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير ومبسوطين يا رب. تعالوا بقى النهارده هنعمل كيكة. بصوا انتوا عارفين بقى كيكة التايجر. هنعملها النهارده كيكة تايجر كده بالشوكولاتة، سريعة للفطار. بقت شاي بقى اعمليها واعمليها للولاد في الفطار زي الفل وحلوة وفي نفس الوقت يعني مش مكلفة كتير زي ما انتم شايفين. المقادير معانا النهاردة. نبدأ كده بالمقادير بتاعتنا ونشوف هنعمل الكيكة بتاعتنا ايه بالمقادير بتاعتنا ايه وايه. احنا معانا هنا معلقة ونص، يعني معلقة كبيرة ونص كاكاو خام. معانا هنا كوبايتين دقيق منخولين زي الفل، ومعانا كوباية لبن وبيضتين مكسورين يعني علشان كسرتهم، ومعانا كوباية إلا ربع سكر ونص كوباية زيت. وهنعمل بقى كل المقادير اللي انتوا شفتوها دي. نزلنا الأول بالسكر وبعدين نزلنا بقى بالبيضتين. وهنبدأ بقى وباكو فانيليا. عندك فانيليا سايلة حطي، عندك باكو فانيليا حطي. عندنا هنا بقى ايه نص كوباية زيت انا كنت معايراها في كوبايه، وبعدين حطيتها في البوله دي علشان ايه احط في الكوبايه اللبن. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، حطينا كل المقادير بتاعتنا، المواد السائله كلها بقى في الخلاط لسه، يعني حطينا البيض والسكر والفانيليا. هنبدا بقى حطينا اللبن، يعني خد لفتين كده، وهنبدا بقى ايه حطينا كوبايه اللبن وهنضرب بقى اللبن مع ايه، يعني المواد السائله بتاعتنا. المقادير بتاعتنا اللي انتوا شايفاها عباره عن ايه: نص كوبايه زيت وكوبايه لبن وبيضتين وكوبايه الا ربع سكر. ضربنا ده في الخلاط، وبعدين بقى جبنا هنا ايه كوبايتين الدقيق. هننزل بهم بقى في ايه في البوله بقى اللي هنعجن، يعني بنلف بها بقى الكيكه. نزلنا بقى بالايه بالمواد السائله، وهنبدا بقى نحط هنا بيكنج باودر. بيكنج باودر بقى نسيت كنت احطه على الدقيق، ولكن بقى ايه انا بحطه كده يعني الدقيق بعد ما حطيت عليه المواد السائله كده. وما بيجراش حاجه، بتبقى زي الفل، ما بيجراش اي حاجه. بصوا بقى نبدا نضرب بقى لعند ما نوصل للقوام اللي انت شفته دي. المقادير بتاعتنا طبعا مظبوطه. كوبايتين الدقيق بس اعطونا الكميه الحلوه اللي انت شفتها دي. وبعدين بقى ايه القوام اللي انت شفته ده دي قوام كده مظبوط. هنبدا بقى هنا هنقسمه على جبنه. هنا معانا هنا بولتين يعني زي ما انتم شايفين كده. وهنبدا بقى نقسم ايه نقسم الكميه على ايه على نصين، يعني نص هنا ونص في البوله دي ونص في البوله دي، بحيث ان احنا هنعملها ايه نصها يعني بالشوكولاته ونصها ساده يعني عادي. وهنبدأ بقى نحط الكاكاو بتاعنا. نظبط بقى النص الكمية بتاعتنا، نص هنا ونص هنا، وبعدين ننزل بقى بالكاكاو. وطبعا انا كنت حايشه هنا في الخلاط معلقتين لبن، يعني معلقتين من الحاجات اللي ضربناها سايله يعني، علشان احنا حطينا هنا ايه كاكاو. سبت معلقه ونص، كنت سايبه حوالي 3 معالق لبن في الخلاط. وبدات بقى احطهم زي ما انتم شايفين. حطيتهم في اللي مع البوله اللي فيها اللي ضربنا فيها الكاكاو. وهنبدا بقى دهنا الصينيه بتاعتنا زيت. وهنبدأ بقى زي ما انتم شايفين شوية كده، شوية أبيض وشوية بالكاكاو، شوية أبيض وشوية بالكاكاو كده. لعند ما نخلص الايه الكمية بتاعتنا. شوية كده بصوا زي ما انتم شايفين، نمشي بالطريقة دي كده لعند ما العجينة بتاعتنا ايه تخلص بقى معانا. وطبعا كنا مسخنين الفرن. كنت مسخنة الفرن كده قبل ما أبدأ بقى في العجين. وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، خلاص احنا كده خلصنا الكمية بتاعتنا. جبنا بقى هنا ظبطناها زي ما انتم شايفين. جبنا هنا خلة بقى، ونبدأ بقى نعمل خطوط كده بحيث ان هي تبقى يعني ندخلها كده في بعضها كده، تبقى يعني متزوقة كده. بصوا كده. ودخلناها الفرن سخن وطلعت معانا بنفس النظام. بس الله بقى البت الصغيرة جت فتحت الفرن وهي يعني وهي جوه الفرن فتحت عليها الفرن، فهي يعني هي مش هبطت شويه، ولكن جميله وطعمها وريحتها جميله جدا يا حبايبي، وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. وبصوا جميله جميله. هي صح هبطت شويه ليه البت فتحت الفرن عليها، وانا ما كنتش انا موجوده يعني، فتحت الفرن بتشوف.
ولكن بقى هي جميلة يا حبايب قلبي، جميلة جدًا، جربوها وما تنسوناش في اللايك